بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يوسف يتكلم عن الحملة الليبراليين في سبيل الله عز وجل وكلام في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا الأمر ذاع أكثر. نعم. وظهرت ما يعرف بالتغريدات. نعم. في بعض المواقع، في بعض الحسابات لأشخاص، وهؤلاء قطعا على أحد ضربين. نعم. إما رجل زلت به القدم لصغر سنه وجهله وعدم إدراكه لما يقول ويعتقد، فأحب أن يشتهر أو أحب أن يظهر، وقرأ لبعض من سمت في الناس شهرتهم ممن يبحثون عن كلم معين في طريقة الكتابة، فأحب أن يحاكيهم فوقع في سوء فعله، فهذا لا يعذر بجهله، لكن الأفضل أن يتريث الناس في الحكم عليه حتى يستبين لمن جعلهم ولي الأمر قضاة، فيستبين للقضاة أمره. هذا حال. الحال الأخرى فئام كانوا وما زالوا يصنعون هذا الأمر مرة بعد المرة وحينا بعد حين، وظهر لكل ذي لب إصرارهم وأنهم يحملون فكرا يريدون أن يشيعوه في الناس. فأمثال هؤلاء لا رحم الله فيهم مغرز إبرة، ولا يحسن وصفهم لا بليبراليين ولا بعلمانيين ولا بغيرهم. هم يريدون هذا. هؤلاء يقال في حقهم إنهم زنادقة، وإنهم خرجوا من ربقة الإسلام إن كانوا قد دخلوا فيه أصلا. ولا ينبغي أن يتردد أحد في أن يحكم عليهم بالكفر، لأن هذا ليس مما يدخله الاحتمال. نعم. إذا كتب ثم كتب ثم كتب ما هو ظاهر بين أنه منازعة لله في ألوهيته أو منازعة للنبي في نبوته، فلم يبقى شيء يمكن من خلاله أن نجد له عذرا. والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجمرات، يرميهم الناس كما ترمى الجمرات الثلاث، لأن هؤلاء عياذا بالله بهذه التي يكتبونها بلغوا في هذا الأمر العظيم مبلغا لا يمكن أن يعذر أحد في تركهم، لا ولي أمر ولا قاض ولا عامة، لأنه بلغوا من الكفر أوجه. وعياذا بالله المؤمن حتى لا يستطيع أن ينقل كلامه، وآخرهم من يعني نقل بعض ما كتب، نسأل الله العفو والعافية، وهو يقال إنه ينتسب إلى المسيحية، لكن حتى المسيحيون لا يقولون بمثل قوله. لا إله إلا الله. وإنما جعل من المسيحية درعا يتقي به سياسيا، وإلا حتى المسيحية اليوم على ضلالتها لا تقول بما يقوله، لكنه يتخذ من المسيحية دينا ظاهرا حتى يحتمي به عن طريق ما يعرف بحقوق الإنسان واحترام الديانات وأمثال ذلك. لكن ينبغي أن يعلم كما قلنا في أول اللقاء، مثل هذه الأشياء لا يلتفت إليها، بمعنى أنه لا ينبغي أن يعني نحكم عليهم ونحن نراعي مسألة ردة فعل الغير. ثمة أشياء مضمار لا تدخله السياسة ولا الهيئات الدولية ولا المنظمات الإنسانية، كلها ترمى في البحر. إذا وصل بالإنسان عياذا بالله أن ينازع الله في ألوهيته أو أن ينازع الأنبياء في نبوتهم، هو لم يبق لنفسه أدنى حرمة، فلا يجوز لنا أن نكسوه حرمة خوفا من غيره. لا يقال في حق هذا حديث حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا ينطبق عليهم هذا الحال، ولا يحتج علينا أحد بمثل هذا الحديث، لأن ذلك قالها في الصحابة، ولم يجرؤ عبد الله بن أبي أن يقولها في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرؤ أحد منهم أن يقولها في الله عيانا. أما أن يأتي أحد
في موضع يعلم أن الملايين سيقرؤونه ثم ينازع الله في ألوهيته أو ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته، فهذا هو لم يبقي لنا حرمة نحفظه بها البتة. ونسأل الله أن يعين ويوفق ولي الأمر أن يقيم عليهم الحد، ومثل هذا لا يرتاب فيه، لا بد أن يقتلوا ويصلبوا. وقلت والله لو كان الأمر بيدي لجعلتهم رابع الجماعات.